مطروح 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 مطروح، يلا اللي عايز مطروح. روح يا ريس. طب مطروح وانا عايشك مطروح يا عم الحاج. مساء الفل يا عم مغاوري. مساء الفل يا ريس بلكونة. لا حول ولا قوة إلا بالله يا رب. مالك يا ليمون على المسا؟ مكشر ليك يا حبيبي؟ الجوازة يا عم مغاوري، الجوازة اللي انت بوظتها لي بقى، فاكر ولا مش فاكر؟ طب يلا قدامي على عمك الديجي، نشوف نحاول معاه مرة تانية يمكن. يا مرحب يا مغاوري بيه، انت والسيد لمونة. معلش اني قابلتكم في الحديقة، وده عشان نعناعة بتظبط لي الشقة. نعناع؟ ربنا يخلي يا ديجي. ده انت بقى لو وافقت على ليمونة هيعمل احلى ميكس مع بعض، ليمون بالنعناع يروق البال ويهدي الحال. انت هتقلش علينا من اولها يا عم مغاوري بقى، بس معاك حق، احلى ميكس والله ما بين ليمونة ونعنوعتي، منت يعني. عشان نعناع بالانجليزي يعني منت، فانا بقى بدلعها وبقول لها منتي. ها، حلوة يا لمونة. انت بقى عاوز تتجوز منتي؟ المنتي قال انا قلت لك ان منتي دي غالية عندي ومش هجوزها لأي حد وخلاص. طب ايه بقى يا عمنا، هتعمل لي امتحان تاني ولا ايه؟ مش مشكلة يا ليمون، شوف اللي يناسبك يا ديجن وليمونة ان شاء الله هيعمل. دلوقتي انا عايز اعرف لمونة طموحه هيوديه لحد فين. انا عايز اطمئن على مستقبل بنتي. يا عم عاطف، انا عندي طموح من القاهرة لمطروح، حلوة دي. تصدق اقنعتيني. طب على كده بقى عندك شجاعة؟ يعني لو بنتي كانت معاك وطلع عليكم اسد هتعمل ايه؟ وليه اصلا هيطلع عليها اسد يا عمنا؟ لا اله الا الله، هي انت معادها في الغابة يعني ولا ايه؟ لو اللي هتجوزها طلع عليها اسد عليا اني اعمل نفسي طرزان وانقذها منه اكيد، يعني هعمل نفسي اسد الاسود وشجيع الشجعان يا جدعان. الله عليك يا مغوري بيه. شايف يا لمونة الشجاعة؟ الفيلسوف الإيطالي جورج الليبيني قال إيه؟ وسط الزحام من الممكن أن تضيع الأحلام، قوم خش نام. ما وطبعا يعني ده الليبيني، والليبيني بقى ده زحمة واي حاجة ممكن تضيع، انت نفسك ممكن تضيع شخصيا هناك في الليبيني. طيب هتحمي بنتي إزاي من مخاوفها الدفينة ومن عواصف الفكر العميقة؟ احلى سؤال ده يا ديجن، الله عليك. عشان يثبت بصحيح ان ليمونة جد الجواز ويوضح مكنون شخصيته بالظبط. قد الجوازة ايه يا عمنا؟ انت مش سامع بيقولك ايه؟ مخاوف دفينة وعواصف فكر عميقة. ده انا لو فرويد يا عم، لو ألبرتو فرويد ورايح اتجوز مش هيسألوني الأسئلة دي كلها. ليه؟ هتجوز سقراطة ومجنون الشخصية انا هقلب عليكم مجنون بقى وربنا هتكنن عليكم دلوقتي. يا لمونة لازم أدرس شخصيتك الداخلية وجوانبها الغير مرئية، لأنها بتعكس بظلالها على جوازة الإنسان وعلى علاقته بأولاده. طبعا طبعا يا ديجن، وده خلي بالك بيفكرني بكلام الكاتب الروائي الكبير دانيال. قال يا بقى قبل ما تحكي في الجواز خليك في الصح والممتاز. يا عم ايه الكلام ده يا عم؟ مين الناس دي؟ انا بص بقى، انا ماشي بمبدأ ابو الليف الضعيف، قال لك ايه؟ ان هفك الشوق خد لك واحدة على نضيف، تخبز وتعجن وتخلف حلاليف. أنا بنتي ما ينفعهاش الكلام ده، والتاني مرة بقول لك يا لمونة أنت لا تصلح لبنتي ولن ترتقي معها فكريا. بس بقى يا عم مغوري هو اللي كل مرة بيثبت إن هو الأصلح والأقدر. نهار اسود بقى عليا وعلى سنيني. جرى يا عم مغاوري، انت بتقطع عليا كل مرة كده ليه؟
والله يا منى يا حبيبي انا ما قاصد، بس هذا من فضل رب الحمد لله يعني. شجاعة تلاقي، مغامرة تلاقي، حكمة تلاقي، انت لازم تاخدني قدوة بقى. روح يا لمونة، ربما ادي لك فرصة تانية، يمكن ساعتها تقدر تتعلم وتتحسن وتتأكد وتكذب برضه.